أهلا متتبعاتي، مرحبا بكم معايا في قناتي. وفي الفيديو ديال اليوم بغيت نشارك معكم هاد الحلوه هذه ديال الهلال، اللي هي حلوه مغربيه تقليديه معروفه من زمان انهم الناس كانوا كيحضروها. كتجي لذيذه بزاف وهشيشه. وبالنسبه يعني انا هنا غادي نعطيكم فقط نصف كميه ديال المقادير. بالنسبه للناس اللي كيبغيو كميه كبيره فما عليكم فقط انكم تضاعفوا المقادير. فندوزو لطريقه التحضير. غادي ناخذ واحد 125 غرام ديال الزبده، غادي نضيفوا عليها رشيشه ديال الملحه وواحد الكاس ديال السكر. بالنسبه للسكر كيبقى على حسب الرغبه. وغادي تضيفوا واحد الساشي ديال السكر الفاني، وغادي تحاولوا انكم تدمجوا ديك الزبده والسكر ديالكم مزيان حتى كندمج لكم الزبده والسكر وكيولي لكم على شكل بوماد. هنايا صافي من بعد ما ندمجوا غادي نضيف عليهم داك الكاس ديال الزيت. كيف ما قلت لكم الا بغيتوا تضاعفوا الكميه فما عليكم انكم تضاعفوا من كل حاجه. وبالنسبه للسكر ردوا بالكم، يعني فقط ديروا كاس ونص، لانه كتجي حلوه الا زدتوا السكر بزاف. الا ضاعفتوا المقادير ودرتوا السكر بزاف ما ننصحكمش، فقط ديروا غير كاس ونص. صافي هنايا نتوما شوفوا الزبده ديالنا كيفاش طلقات وتخدمات وولات لينا على شكل بوماد. فهنايا غادي نبدا نضيف هادوك المقادير. بالنسبه لي يعني عندنا كاس ديال الزنجله اللي محمر ومطحون، وكاس ديال الكاوكاو اللي محمر ومطحون. بالنسبه يعني الكاوكاو او خليوه بالقشره ديالو، فحاولوا انكم ما تحيدولوش القشره، لانكم لا حيدتوها فما غاديش تعطيكم داك اللون وداك المذاق، لان المذاق ديال الكاوكاو كاين في القشره ديالو. صافي هنا كنحاول انني ندخلهم. بالنسبه يعني الكميه ديال الدقيق اللي خدات ليا فراها خدات ليا 4 الكؤوس ديال الدقيق الخاص بالحلويات. حاولوا انكم تستعملوا نوعيه جيده في الدقيق، ما ديروش اي نوعيه، لان هي اللي كتحكم لكم كذلك في الحلوه ديالكم كيفاش غادي تكون. صافي هنايا كنحاول انني ندخلهم وكنبقى هكذا مستمره. بالنسبه لخميره الحلويات فكنضيفوا غير وحده بوزن 8 غرام. هنايا الحلوه ديالي من بعد ما عجنتها نتوما شوفوا بديت كي بديت كنشكلها. صافي هنا كتبداو كتشكلوا نتوما بالشكل اللي بغيتو. انا فقط درت لها الشكل ديالها التقليدي كيف ما كانوا الناس كلشي كيديروها زمان، فقط على شكل هلال. وغادي نبقى هكذا غدا مستمره حتى نكملها كامله. وبالنسبه للطياب ديالها كتحاولوا انكم طيبوها من التحت حتى كتحمر لكم من التحت، وكتشعلوا عليها من الفوق. وحاولوا انكم تنقصوا البوطه مزيان، تخليوها فقط طيب في درجه حراره مهيله بزاف. ومن بعد ما طيب تخليوها حتى تبرد لكم جيدا في بلاصتها، ما تحركوهاش وهي سخونه، لانكم لا حركتوها فغادي تفرتت لكم بقوت ما هي هشيشه. خليوها حتى تبرد مزيان، وعاد ديروا لها السكر كلاصي باش انه يلصق فيها. فالناس اللي ما كيلصقش لهم السكر كلاصي فحاولوا انكم ديروا الحلوه وهي بارده، اما الا درتوها سخونه فهو كيذوب. وبالنسبه انا يعني فقط ما كنبغيش نلبسها بزاف ديال السكر، فكيشتو غير كندير لها غير من الفوق صافي ونحيدها. ما بغيتهاش تجيني عامره بزاف ديال السكر، حيت عندي في الدار ما كياكلوش السكر بزاف. فقط هكذا. وراه فاش كياكلوها كاين اللي كينقص لها داك السكر الفوقاني. الى اللقاء.